السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قصة جديدة. قصتي اليوم قصة غادي تعجبكم بزاف، اللي هي دائما الصراع بين العروسة والعجوزة، ولكن شوفوا العروسة كيفاش كانت بعقلها. وما تبخلوش علينا باللايكات نتاعكم والتعاليق الزوينة ديالكم، وكملوا معايا الفيديو حتى الاخر، واللي ما مشتركش في القناة يشترك في القناة. نبداو على بركة الله. سميتي نوال، عندي 22 سنة. كنت كنقرا ما عمرني ما سقطت. خديت الباك ديالي ماشي بشي نقطه، المهم درت لافاك، خديت الاجازه ديالي. العام التالي ديال لافاك كنت تعرفت على واحد الولد اللي هو ظريف بزاف وكيعاملني معامله خاصه. هو في داك الوقيته كان عنده 30 عام. هنايا بقى كيعاود ليا على حياته وعلى ماماه رباتو ملي كان صغير غير بوحديتها، كان مات باباه وخلاهم، يعني خلاهم على الدرس، ما عندهم حتى شي حاجه، خلاهم في العروبيه. هي ماماه بقات على داك الوليد، كانوا الناس كيخطبوها ما كانش كتبغي تزوج، بقات مربيه داك الولد وكتقاتل معاه وكتقريه. مشات داتو للمدينه، وكان الهدف ديالها هو ان داك الوليد يقرا ويوصل لشي حاجه. وفعلا مشات كرات بيت في المدينه في واحد الفيلاج اللي هو قريب من العربيه ديالهم، يعني من نفس الجماعه ديالهم. المهم بقات كتخدم عند الناس، دارت الميناج، طيبات في العراسات، سيقات في الدروج، ما خلات ما دارت، كافحات على داك الوليد وكانت كتخسر عليه وكتقريه. المهم داك الولد كان هو المحور ديال الحياه نتاعها. هنا كانت كتخدم في الديور، كانت كتخدم عند الناس، من بعد ولات خدمات في داك الشركات ديال الميناج، يعني كتخدم غير في الصباح وفي العشيه عاوتاني كتبريكولي، اما عند شي مرا ولا كطيب ولا في الدروج. المهم كانت كتقاتل. فعلا قررت داك الوليد ديالها فاش خدا البكالوريا ديالو توظف غير من الباك. هنايا فاش توظف ديك الولد كان عندها هذيك هي الحياه زعما، راها وصلات، يعني بغات تموت بالفرحه. قلت واخيرا غادي نرتاح، ولكن واخا هكا كانت بقات كتخدم. قال لها ولدها صافي جلسي ما غتبقايش كتخدمي. قالت له لا، من حدي قاده انا مره واخا غير نمشي نطيب هكا الناس وهذا. وكان عندها لا سينيسيس، واخا خرجت من ديك الشركه اللي كانت كتخدم فيها بقات كتخلص ديك لا سينيسيس. المهم فاش وصل الولد بغات تزوجو، هنا فين كان المشكل. كانت كتمشي كتخطب يعني غير من داك الفيلاج ديالها، الناس هكا يعني اللي كتعرفهم من نفس البلاد ولا العائله ولا، ولكن هي كانت مهووسه بداك الولد، كان عندها تعلق مرضي بولدها، لدرجه انها فاش كتمشي كتخطب كتبقى تشرط عليهم شي شروط خياليه. انا ولدي وخايت ديال المراه، راه انا هي اللي كنحكم، راه انا هي اللي كل شيء، راه انا هي اللي كذا، انا راه ما يخرجش مع مرتو بلا ما يتشاور معايا، منين يكون بعيد يهضر معاها في التليفون يهضر في تليفوني، تليفون واحد اللي يكون عندنا في الدار، المراه ما يكونش عندها التليفون. المهم كانت كتشرط واحد الشروط في شكل حتى انها اشتهرت في ديك المنطقه ديالهم. هاد السيده هادي اشتهرت في المنطقه ديالهم بانها متعلقه بولدها تعلق مرضي. واللي زاد ان ولدها خدا واحد لابارتومون في السكن الاقتصادي، وقال لها غادي نمشيو لها غادي نسكنوا فيها. فعلا مشاو لها، ولكن دائما فاش كانت كتبغي تخطب كانت كترجع للفيلاج ديالها من تما كتبغي تخطب، يعني كانت كتقول نديرو بنت بلادي ما نديروش شي وحده برانيه. لدرجه انها ولات في الاخير فاش كتمشي تخطب كانوا الناس كيجريو عليها، ما كيخليوهاش تكمل الهضره، كيقولوا لها ما عندناش شي بنت للزواج، ما عندناش. والولد كيبقى غير كيشوف، كيقول لها اما هادشي اللي كديري راه عيب، راه كتقول له انت ما كتعرفش، انا اللي كنعرف العيالات اش كيسواو، انا ضروري خصني نشوف لك شي مرا بنت الناس واللي تحافظ عليك واللي هذا واللي ما تجريش عليا في يوم من الايام. كيقول لها اما وراه واخا نتزوج شكون ما تزوجش راه ما عمرني غادي نجري عليك، راه انت اللي عندي وانا اللي عندك، راه مستحيل نجري عليك، حيدي عليك هاد الافكار وهاد الامرض من راسك. والو. المهم قلت لكم فين ما مشات تخطب كتبقى تشرط وتبقى هذا. شحال من مره داروا خطابه رسميه وهذا وحددوا النهار ديال العرس، وصافي كيوقعوا المشاكل غير من هاد الشروط ديالها.
يعني هي كانت كتقول غادي تجيب العروسه وغادي تردها عبده عندها، كما كتحكم في ولدها غتحكم في العروسه وغتحكم. وولدها مسكين غير كان داير لها الخاطر، كيقول زعما ماما دازت عليها تماره على حسابي وما بغاتش تتزوج، كون بغات تتزوج راه تزوجات، يعني با ما تخلاني صغير وهي كانت زوينه وصغيره وكون بغات دير الحرام ولا انها تتزوج، ولكن بقات مقابلاني. فكان كيراعي المشاعر ديالها ومخليها على راحتها. كيقول لقات شي وحده اللي تفهم لها لهذا الشيء هو هذاك، ما لقاش صافي. ولكن نهار تلاقى بيا هاد الولد وعاود لي هاد الشيء وهذا، قلت ليه ودابا انت كتعاود لي هاد الشيء وكتقول لي انا باغيني المعقول، راه كاين تناقض. اول حاجه ان امك ما غتبغيش، ثاني حاجه انا يعني برانيه على المنطقه ديالكم، ثالث حاجه ان هاد الشروط اللي كتقول لماماك راه شي حاجه مستحيله. قال لي المهم انا اللي كنعرف واللي فهمت هو انني انا راه ما عمرني تعرفت على شي بنت. وفعلا هذا الشيء لمسته في التعامل ديالو معايا، يعني واحد الولد اللي كيحشم وما عنده لا خبره لا حتى شي حاجه. وحتى انا كنت بنت دارنا، يعني من الدار للمدرسه من المدرسه للدار، وكنهضروا باحترام وكانت عند بيناتنا واحد العلاقه جد محترمه. قال لي المهم من هذا الشيء كامل اللي كنعرف وهو انني انا انتي هي اللي بغيتك وانتي هي اللي كنتمنى نعيش معك. الا كان هذا هو الحب فانا راني كنبغيك وانتي هي اللي غادي نتزوج. دابا اللي كنطلب منك هو ان عاودت لك على ماما وعاودت لك على المشكل اللي عندها، راه عندها مشكل مرضي وتعلق مرضي بيا، فغادي غادي تصبري لها وما تقوليليش يعني نمشيو نسكنوا بوحديتنا ونخليوها، لان راه ما عندها حتى شي واحد، راه عندها غير انا، ما عندها حتى شي واحد، حتى عائلتها ما عندهاش وما كتفاهمش معهم. العائله اللي عندها كامل بعيد ما كتفاهمش بزاف معاهم. قلت له صافي انا ما نقدرش نقول لك انا تفارق على ماك وهذا، وعلى هاد يعني التمارين اللي ضربات عليك ونجي انا بنت الناس عاد جيت البارح نقول لك تفارق على ماك. لا انا والديا ما رباونيش على هاد الشيء، انا بنت عندي مبادئ. قال لي المهم دابا غادي تفكري معايا، انا عاودت لك غادي تفكري معايا كيفاش اننا نقنعوها بانها غادي تجي تخطبك وغادي يعني وتوافقي لها على الشروط ديالها. شنو ما قالت لك قولي لها امين، قولي لها انا موافقه وفاش غادي نتزوجوا ان شاء الله، وغادي تصبري لها واحد شويه بيد ما تعرف عليك ونديروا وليداتنا وهذا، فاكيد انها غادي تغير، ما غاديش تبقى هكا. صافي قلت له ان شاء الله، ولكن قبل غادي تجي انت تهضر مع بابا وماما وغادي تعاود لهم هذا الشيء بفمك وغادي نشوفوا حتى هما الراي ديالهم. هذاك الشيء اللي كان جا هضر مع بابا ومع ماما وعاود لهم، وفاش كان كيعاود لهم عليها كيفاش انها يعني كيفاش انها كافحات عليه وكيفاش انها تقاتلات عليه وكيفاش انها حضنات عليه، هذا يعني جاوه الدموع لدرجه انه بقى في بابا وماما قالوا له زعما انت ولد الناس ومربي ولي كتفكر ماماك بهذه الطريقه وباغي ان يعني شي طريقه باش ترضيها وتقتنع بهذا الزواج هذا، فاحنا موافقين. ماما شويه بحال ما عجباش الحال، قالت له ماما هادشي اللي كتعاود عليها يعني شي وحده اللي راها صعيبه، انا بنتي ما نقبلش عليها انها تعيش هكا ولا تهينها ولا. قال لها ماما طيبه، غير هي متعلقه بيا تعلق مرضي، كتقول مني غادي نتزوج هذيك المراه غادي تديني منها، ولكن مني غادي تتعرف على بنتكم وغتعرفها كيفاش دايره وكيفاش كتعامل فاكيد غادي تبدل الراي ديالها. قالوا له واخا، ولكن ضروري خاصها تجي حتى هي تخطب معاك ونحددوا المسائل وهذا. قال لهم ايه من طبيعه الحال، ولكن دابا اللي كنطلب منكم هي فاش تجي وتبقى كتشرط وتبقى كتهضر وتبقى كتهضر عليا بداك الطريقه، يعني انا شرحت لكم شنو كاين، قولوا لها واخا وديروا راسكم قابلين بداك الشروط، ولكن بيني وبينكم وبيني وبين البنت راه حنا متفاهمين. قالوا له واخا سيدي غادي نديروا لك خاطرك، المهم تجي ونتعرفوا عليها بعدا. ايوا المهم فاش مشى وقال لها راني لقيت واحد البنت وبغيت نتزوج بيها وهذا، طلعت للسما ونزلات مستحيل. قالت له مستحيل، واش نتايا تدي برانيه وغتديك عليا وهادي وفين تعرفتي عليها، انا ما ربيتكش تعرف على البنات انا هاد. قال لها انا ماشي بيناتنا شي حاجه، ولكن انا غير شتا راه بنت مزيانه وغادي تعجبك وهادي. قالت ليه لا والو، هي اللي ما نديكش ليها، لدرجه انها طاحت وسخفات له وهادي. المهم قالت ليه والو، المهم ضربات عليها مرضى ما بقات لا كتاكل لا كتشرب.
كيقول ليها اش هادشي كديري ولاش كتسقسيني؟ قالت له والو، انا ما تاخدش شي بنت اللي برانيه واللي انا ما اختاريتها لكش واللي انا هذا. المهم جا عاود ليا شنو هذا، قال لها المهم انا الا بقات هي مصره على هذا الشيء ديالها راه نزوجك مورا ظهرها وما كيهمنيش. جيت انا قلت له لا، هادشي اللي كتعاودي عليها راه الا تزوجتي مورا ظهرها راه توقع فعلا غتوقع فيها شي حاجه، ولا حاول تقنعها بشي طريقه. هذاك الشيء اللي دار غادي يمشي يقنعها بواحد الطريقه ما هياش ما عجباتنيش، ولكن ما تشاورش معايا حتى جا قالها لي. المهم حتى كيتصل بيا واحد النهار وكيقول لي المهم النهار الفلاني راه جايين انا وما. قلت له كيفاش بغات بهاد السهوله؟ قال لي المهم انا قنعتها بطريقتي، فبلا ما تقولي لباباك وماماك شي حاجه دابا حنايا غادي نجيو. هو شنو مشى قال لها؟ قال لها اودي انا هاد البنت راني غلطت معاها وراني تعديت عليها وهذا، ودابا الا ما تزوجت بها وصلحت الخطا ديالي راه غتقولها لوالديها وغادي يدعيوني وغادي ندخل الحبس وغادي نخرج على خدمتي وهذا. دابا ضروري خصكي تمشي معايا. هذاك الشيء اللي كان جاد داك الساعه ما لقاش ملي سمعت القضيه فيها الحبس وفيها غادي يخرج على خدمته وهذا. المهم جات بالهلا يطري لها، جات قلت لها انا هذا الشيء اللي قلتي زعما غتزيد تحقد عليا وغادي تاخذ عليا نظره خايبه وتقول انا بنت الزنقه وعندك تقول هذا الشيء قدام ماما وبابا. قال لي لا ما غاديش تقول، صافي راه خافت عليا وصافي راه فعلا دخلتها الزيت، دابا غادي تجي. والمهم كما قلت لكم الا بقات كتهضر خليوها تهضر. المهم مشات وخطبات وهي ساكته يعني مرده لقلبها وساكته وهادي. قالت لهم ايوا شنو درتو في الصداق، شنو درتو في هذا؟ قال لها بابا ودي حنايا ما كنتشرطوش في الصداق، حنا بغينا ناس مزيانين واسره مزيانه، حنا اللي كنطلبوا منك ماشي الصداق عطيو اللي بغيتو نتوما اللي علاش قديتو. انا اللي كنطلب منك وهو هاد البنت ديريها بحال بنتك، عندك واحد الولد ما عندكش البنت، حنا عطيناك البنت ديريها بحال بنتك. قالت لهم ان شاء الله وهذا. والمهم مشات في داك الموال ديالها ديال انا عندي ولد واحد وانا ضربت عليه تماره ويستحيل تفرق عليا ونديكم ديروا في بالكم انكم غتاخذوا لي ولدي. المهم صافي بقاو كيكالميوها وهذا. قالوا لها حنا ما وصلناش لهاد الحالات، حنا عندنا بنتنا عزيزه وراه كيشتي هي الكبيره نتاعنا وخوها صغير، هادشي اللي عندنا حتى حنايا عندنا بنت وحده حنا كنعطيوها لك، انت ديريها بحال بنتك. ايوا المهم صافي تفاهموا على العرس على كل شيء. مشيت عندهم للدار وهي بطبيعه الحال راه دايره في بالها بانني راه غلطت مع ولدها وبانني ما خديتو بزز وهذا. المهم داز العرس داز كل شيء، مشينا غادي نسكنوا في داك الدار. راجلي كيخدم ماشي في نفس المدينه فين عنده الدار، كيخدم في مدينه قريبه، ولكن كيجي السبت والحد وشي مره يقدر يدير لا نافيت، ولكن كنقول له انا زعما لا نافيت بزاف عليك كتعيا. كيجي هكا في وسط السيمانه وكيجي السبت والحد. المهم اول حاجه درتها فاش مشيت، وكان عنده بيتو ديال الناس، كان بيت الناس جديد وهذا، كاين ماريو كاين ناموسيا. المهم داكشي ديال الديكور وهذا راجلي ما عندوش مع داكشي. المهم اول حاجه درتها هو انني تنمقت على داك بيت الناس ديالي. درت الكوفرلي، درت الطابيات، درت الريدو زوين، درت هكا ديكورات. واحد البلاصه كانت خاويه درت فيها واحد الكنابي هكا صغير وواحد الطبيله صغيره. المهم داكشي منين شافت هادشي، منين شافت هذاك البيت وهذا تقرصات، حسيت بها ما عجبهاش الحال. قالت لي انا لطيف، قالت لي عاد جيتي مالك، عاد جيتي ونايضه تفرشي وتبدلي وهادي مي يسحب لك صافي راكي قطعتي الواد ونشفو رجليك. قلت لها شوفي خالتي هذا بيتني وبغيت نزوقو انا شويه، وولدك كيجي مره في السيمانه وهادي كيجي عيان وهذا، يلقى بلاصه زوينه فين يرتاح ويلقى هذا. ودرت له اللوينات زوين، راه كيشتي ما كانش داير فيه. وخالتي تنتي الا ما عجبك الشيرو نبدلوه وهذا. المهم كتبقى ساكته وداك السكات ديالها ما عجبنيش، يعني داكشي اللي عاود لي عليها كنقول انا منين نمشي راه غادي تبدا تجبدني وتبدا تلاخر وهذا، هي غير ساكته وحاضياني. وشي مرات هكا كنكونوا كنتفرجوا في شي مسلسل ولا شي فيلم هكا في التلفازه وكتبان شي لقطه ولا شي حاجه وتبقى كتهضر. كيلصقوا فيهم، كيلصقوا في ولاد الناس بايرات الشيطات، كيلصقوا في ولاد الناس كيديوهم بالسيف، كيلصقوا في ولاد الناس كيديوهم بصحه، ولكن ربي دابا ينتقم منهم
ولكن هذا المهم كتحشي فيا الهضره وانا ساكته، يعني ما كنجاوبهاش. ايوا كنقول لها يا خالتي كل واحد يخلصوا الله وهذا. واحد النهار وانا نفاجئها قلت لها خالتي، هاد خالتي انا ما كتعجبنيش نقول لك خالتي، خليني نقول لك ماما. قالت لي ماما؟ قلت لي علاه انا ماماك؟ قلت لي بحال ماما، خليني نقول لك ماما. قالت لي واللي بغيتي. ايوا المهم رجعت كنقول ليها ماما. ملي كنوض في الصباح كنلقاها ناضت بكري ودارت الفطور وحطاتو. هي من ناحيه ديال الماكله وهذا ما كتبخلش صراحه، ولدها كيخلي لها المصروف صراحه ما كتبخلش، كتنوض كدير الفطور وكتحط داكشي اللي كاين وهذا. كنقول لها خالتي علاش كديري الفطور؟ معايش كتفيقي نوض انا ندير لك الفطور؟ قالت لي لا لا ما عندي علاش نبقى ناعسه، انا كنوض كندير الفطور. المهم كنلقاها هي فطرات وقطات داك الطبله، ما كتقول لي لا فيقي بكري ولا والو. المهم ملي كنفيق انا كنفطر، كنقاد شغالي مع بارطما صغيره وهذا ما فيهاش نقيه، ما فيهاش شي شغل وشي هذا. بدلت هكا فيها شي ديكورات، كنقول لها ماما واش ندير هذه هنا، واش نكحز هذه هنا، هذه تجي معايا ما عندهاش مع داكشي ديال الديكور كما قلت لكم، لا هي لا راجلي. المهم كتشوف كيعجب هذاك الشيء. في الغداء كنقول لها عطيني شنو غادي نطيب الغداء، عطيني. كتقول لي شنو بغيتي ديري، اللي بغيتي ديريه. مره كتحط لي، مره كتقول لي واش بغيتي شي حاجه معينه وهذا. المهم انا ما عنديش شي ماكله صراحه، لان لا هي كنطيبو كلشي كيبقى تما. في العشيه عاوتاني في العشاء كنقول ليها واش ندير لك شي حاجه ولا نسخنو غير داكشي اللي بقى، وكتقول لي اللي بغيتي، اللي بغيتي طيبيه. ماشي غدا وبعدو تقولي لوالديك راها جوعاتني ولا راها دارتني ولا راها بلعت لي على الماكله ولا راها هادي ولا. قالت لي انا كاع فيا الا الكرم. قالت لي انا ماشي بنت الجوع، انا كنت كنخدم بالدراهم ماشي بنت الجوع انايا. ها كلشي قدامك، ها الثلاجه قدامك، ها الفريغو قدامك، خصك شي حاجه بغيتي طيب شي حاجه قوليها لي نجيبها. وشي مرات هكا في العشيه ولا كنقول لها يلا خالتي نخرجوا نضربوا دوره، تضرب فينا شويه د الهواء وهذا. كتقول لي يلاه مولفه انت الدوران والزناقي، زيده لاله زيدي. وانا كنمياك عليها. المهم ما كنجاوبهاش، مره كتحشي ليا شي هضره، المهم ما كنجاوبهاش كاع. ونخرج ونبقى شاده فيها ونجلس نهلس عليها ونجلس هادي. حتى لواحد النهار جاو عندنا شي ناس من عائلتها، يعني شي ناس من الفيلاج نتاعهم، جاو بعادين، جاو عند تما جاو تما للسبيطار، جاو بعادين وجاو عندنا. صوناو عليها في التليفون قالوا لها حنا جايين وهذا. قالت لك راه غادي يجيو وهذا. قلت لها قولي لي شنو غادي ندير. المهم جبدات لي الدجاج وجبدات لي لاخو. قالت لي المهم ديري الدجاج وهذا، انا غادي نطيب وهذا معايا. قلت لكم كانت كطيب في العراسات وديك الشيء. المهم انا حضرت لها كل شيء وهي نصبات، ودرت انا واحد لا سالاد كبيره وزوقتها وديك الشيء على حقه وطريقه. المهم درت جوج انواع ديال العصير وجبنه المناضه، ودرت داكشي ديال الكوتي صاوبتو قديتو مع هي. داكشي ديال الكوتي ما عندهاش معايا عندها الطياب ديال العراسات، يعني الدجاج، اللحم، البسطيله، الكسكسو. المهم صراحه درت داكشي زوين، ما خليت ما وجدت طبيله على حقها وطريقها وخبعت كلشي. المهم جاو الناس، جاو معطلين شويه، جاو حتى ديك الربعه عاد سالهم الطبيب جاو. حطينا لهم الغدا ورحبت بيهم ولبست انا واحد القميص وهذا. وحتى هي قلت لها ماما بدت لي عليك، قالت لي لا راني لابسه. قلت لها لا لبسي شي حاجه زوينه باش يعرفوا كي راكي مرتاحه ومزيانه. هذاك الشيء اللي دارت، لبسات حتى هي قميص ديالها وهذا والدريره زوينه. المهم فجاو حطينا لهم الغدا مباشره وكلاو لان كانوا جيعانين. كلاو وجلست عطيتهم صوابهم، رحبت بيهم هذا. وكنقول لها قدامهم ماما كولي ماما هذا. كيقولوا علاش تعيط لك ماما؟ قالت لهم راه هي اللي بغات تعيط ليا ماما وهذا. المهم شافوني كيفاش كنتعامل، جمعت عاوتاني الطبله على ما ارتاحوا شي شويه وهذا. حطيت عاوتاني الطبله ديال الكوتي، بقاو غير كيشوفوا. قالوا لها والله لا هاد عروستك لا ظريفه غزاله، هاد عروستك تبارك الله زوينه وحادقه وباينه مهليه فيك وباينه هادي. وانا قدامهم يعني ماما ماما عند جلسي خودي واش بغيتي شي حاجه، كما كنعرض عليهم هما هي كتعرض عليهم، انا كنعرض عليها هي. المهم باتوا داك الناس عاوتاني في العشيه، درنا العشاء، درنا السفه وشويه ديال اللحم مبخر. ايوا حطينا لهم عاوتاني، بقاو غير كيشوفوا. صافي لا غد ليه ناضوا بكري، انا ما شفتهمش، ناضت هي معاهم وجدت لهم الفطور، حطت داكشي اللي بقى من العشيه ديال الكوتي ومشاو في حالاتهم.
ايوا يمكن هضروا معاها في الصباح وهذا يمكن شكروني ليها على ما ظنيت. ايوا فاش مشاو هذا قلت لها صافي مشاو واش مازالين غادي يرجعوا؟ قالت لي لا صافي راه قضاو غرضهم صافي راه مشاو بحالهم. قلت لها واش عجبهم بعدا الحال وهذا؟ قالت لي ايه. قالت لي راه عجبهم الحال بطبيعه الحال راه عجبهم الحال، جلسوا غير كيشكروا فيك وهما ما عارفينش الحقيقه. قلت لها نتاش الحقيقه؟ صافي وهي تسكت. المهم كما قلت لكم ديما كترمي ليا شي هضره وهذا. ايوا قلت لها بعدا لاباس بعدا. قلت لها حتى يمشيو لعند عائلتك في الفيلاج ديالكم وهذا ويقولوا لهم هي من عندها واحد العروسه غزاله وخداتها برانيه وهذه راها مهليه فيها وراها حادقه وراها هذه. بقات كتشوف قالت لي واه غادي يمشيو يقولوا هذا الشيء. قلت لها ايوا مزيان هذا الشيء اللي بغينا بعدا يقولوا راها داتها وخداتها برانيه راها دايره لها وفاعله لها وهذه. صافي المهم شويه داز عام على هاد القضيه هذه، يعني ما شفتش منها صراحه شي حاجه، والله ما شفت منها شي حاجه. هي بينها وبين راسها كانت كتقول يمكن غدير لي شي حاجه، ولكن ما لقاتش كاع منين تشدني. كتعيا تحشي في الهضره، كتعيا تنوع فاش كيجي ولدها راه كانت كتحرشوا عليا. كانت كتحرشوا عليا وهو ما كيقول ليش، هو كيدير لها خاطرها كيقول لها واخا واخا واخا، ولكن واحد المره راه سمعتها كتحرشوا عليا. سمعتو حتى انا ما بغيتش نقول له، يعني ما بغيتش نبقى هكا يبقى مبرزط معايا ولا شي حاجه. صافي خليتها على هواك، هي كتحرشو كتشوف شنو غتكون ردة الفعل ديالو، واش غادي يدافع عليا، واش غادي يدور فيها، واش هذا. كتلقاه هي كيقول لها واخا واخا دابا نشوف دابا ندير دابا نفعل. المهم تقريبا ما كملتش العام تقريبا حتى صدقت حامله. هنا فاش حملت هنا جاتها ما عرفت كيفاش جاتها الصدمه، جاتها ما عرفتش كيفاش جاتها، بحال فرحه بحال صدمه بحال غيره بحال المهم تجمع فيها كل شيء. مره كتقول لي علاش حملتي دابا، مره كتقول لي وبنادم هو اللي يدير ولاد وبنادم هذا. المهم جلست انا كنتوحم داك الوقيته، جاني الوحم شي شويه صعيب. كنت كنمشي عند ماما كطيب لي وتحط لي وهذا، وصراحه شنو ما طيبات ماما على حسابي هذا كنقول لها لا تمشي معايا ما كتبغيش، كتقول لك لا انا نجلس في داري. كنت كنمشي نجلس معاها هكا يومين وكنرجع كنجلس معاها هكا، ما كنتش كنبغي نطول، ما كنتش كنبغي نخليها بوحديتها. ولكن من هكا ملي كانت ماما كدير لي شي شيوه ولا كطيب وهذا، فاش كنجي من دارنا كنجيب لها معايا، كنقول لها راه طيبات لي ماما وهذا. قالت لي واحد النهار هي تقول لي واش هاد الدار ما كطيبش غير ماماك اللي كطيب، حنا ما كنطيبوش؟ قلت لها لا وراكي عارفه غير ملي كنمشي عندها كتبغي تهلا فيا وهذا. قالت لي زعما انا ما مهلياش فيك. وهي صراحه فاش عرفاتني هذا حامله كطيب ما كتخلي حتى هي كل مره دير هكا شي حاجه في الشكال وهذا. المهم بقينا هكا كينا وانا كنقول يعني كنت حاضيه معاها كنقول غدير لي شي حاجه غدير لي ساعه، لا صراحه ما فيهاش داكشي ديال الشعوذه ولا. كتمشي للجامع كتصلي في الدار عاوتاني شحال كتصلي شحال كتسبح. المهم عيات ما تلاخر عليا ما لقات منين تشدني. عاوتاني هو فاش كيجي فاش عرفني حامله صراحه بغى يطير بالفرحه وهذا، وكيقول لها واحد النهار قال لها شتي يما، قال لها انا غادي نولد بزاف ما غاديش نولد واحد. قال لها انا ما عندي لا خوتي لا خواتاتي لا عائله، دابا حنايا غادي نكبروا هاد العائله وراه غادي نولد بزاف ديال الدراري وبزاف ديال البنات، وانتي اللي غتربيهم وانتي اللي غادي تسميهم، وانتي شتي دابا شحال ديال الدراري غادي يصدقوا عنا وهذا. المهم ملي كان كيقول لها هاد الهضره هادي كان كيعجبها الحال. المهم صافي في النهار اللي ولدت بنت وهذا. المهم صراحه قابلتني تهلات فيا وخا جات ماما حتى هي قابلتني، زعما حتى هي دارت اللي عليها، فرحات بديك البنيته كانت ديما هزاها ديما هذا. وكانت ماما كتقول لها ودابا الا ولفتيها اليد وهذا غادي تصدعكم. قالت لها معليش، قالت لها نولفها اليد نقيلها الزهنه الليل مع النهار غير تردها وتعطيها لي، هي كاع ما تهزهاش انا اللي غادي نهزها. ايوا المهم فاش وصلنا السميات كل واحد شنو كيقول كل واحد شنو هذا، وانا نقول لها العجوزتي شوفها ماما، قلت لها سميها السميه اللي بغيتي نتيا. قالت لي ولا ما عجبكمش السميات نتاعي؟ قلت لها لا وراكي عارفه السميات نتاع دابا، سميها السميه اللي بغيتي نتيا اللي جات على خاطرك. قالت لي بصح؟ قلت لها والله انت اللي غادي تسميها، هذه بنتك انت سميها. هذاك الشيء اللي دارت معاه، هي كانت كتفرج في المسلسلات التركيه وداك الشيء، قالت لي غادي نسميها رهف. قلت لها صافي زوينه هاد السميه عجباتني. ايوا سماتها رهف. ايوا واش غادي نقول لكم،
انا يعني انا لاول مره، وهي يعني جده لاول مره. واش غادي نقول لكم، الحرب ناضت على داك البنيته. بقات كنرضعها كتحيدها لي، نبدلها شي مرات كنلقاها هي كتبدل لها، وكتقول لي واش قليل انا بدلت، واش صاحبتك ما كنعرفش نبدل وهذا. المهم اش غادي نقول لكم، يعني بقات مقابل شغلها الشاغل هو داك البنت. راها ما كانت كتمشي للجامع تقرا القران في العشيه، ما بقاش كتمشي. لا، البنت غادي تبكي، البنت غادي دير البنت. وفعلا ولفتها لي اليد، ولفتها كتقيلها الزاي في الليل الا سمعتها كتبكي كتنوض صافي، كتقولي ردعتيها اريها. وتجلس كتراري بيها وتجلس هادي وتجلس. المهم صراحه فاش جات هاد البنيته بدلاتها بزاف، بدلاتها نساتني انا كاع، ما بقات لا كتحشي فيا هضره، لا تحرش ولدها، ما بقاش كاع. قلت له واش مازال كتحرش؟ قال لي نسات الموضوع، قال لي دابا غيرها في اللي عندها في الدماغ ديالها. صافي هكا، وهي تقول لي شوفي ملي غادي تكمل عامين تحيد البزوله ديالها نوضي عاوتاني تولدي، ما عندك ما تسناي. قلت لها شوفي ماما، قلت لها انا راني باغيه نخدم، قلت لها غادي ندفع السي في ديالي ونقري في شي مدرسه بريفي. قالت لي ما عندك ما ديري دابا في مدرسه بريفي، قالت لي دابا خصك تولدي وليداتك ونهار يكبروا شويه تديهم معاك. قالت لي بغيتي داك الساعه تمشي سيري، قالت لي اما دابا راكي غير تحيدي لها البزوله غادي تنوضي تولدي. قلت لها خليتها تكبر شويه، قالت لي ماشي شغلك، انا اللي غادي نربيهم، انا اللي انت غير ولدي، انت غير ولدي لي، انا اللي غادي نربي. المهم وصدقات السيده شيئا فشيئا تبدلات وما بقاتش كما كانت. حتى لواحد النهار وهي تقول لي واش كيفاش انتي زعما هكا والديك هكا، كيفاش غلطتي مع ولدي، وكيفاش تهددتوه بالحبس، وكيفاش تدرتو هادي. ما عرفتش باش نجاوبها، وصونيت على راجلي وقلتها له، قلت له شتي دابا الهضره اللي قلتي لامك، ها هي دابا مازال ما نساتهاش، ها هي مازال كتسولني فيها ومازال هذا. قال لي صافي غير خليها. جا ولدها وجلس كيهضر، قال لها شوف اما، قال لها الصراحه انا ما غلطت مع هاد البنت، ما هددوني بحبس. هاد البنت راها كانت من خيار الناس، يعني ما عمرها دارت معايا شي حاجه، ولكن هذه هي الطريقه الوحيده اللي كانت باش نقنعك باش تمشي تخطبيها لي. قلت له كيفاش كذبتي عليا ودرتي عليا؟ المهم درت فيها حاله وهذا. وانا هو يقول لي راه فقت من الناس، سيري راه فقت من الناس. هذاك الشيء صافي نسات الموضوع. وعاد رجعت السيده قالت لي واش شتي، قالت لي صراحه راكي ما عمرك كنتي غادي تحلعي لي، ولكن دابا صافي مني عرفت الحقيقه وعرفت بان داكشي غير كذبتوا عليا وهذا، صافي ما عنديش المشكل. المهم شرط مشروط انك تزيدي تولدي، ما تقولي ليش غتشربي كينه ولا ما تشربيش كاع شي حاجه ديال منع الحمل. صافي وتلهات عقوزتي في داك البنت وتغيرات الحياه نتاعنا. وكما كنقولوا الصبر راه شي حاجه زوينه، وكتقدري تبدلي بنادم بالصبر. هذه كانت القصه ديالي، وهذه كانت البنات اللي كينوضوا الحرب مع العجوزه ومع العروسه. المهم هذه كانت القصه ديالي، والسلام عليكم.